واخد 150,000 جنيه مقدم. قام جاي يا عم احنا قلنا له خدها واحنا اخواتك. انا قلت له انا اخوك، والحاج المتولي قال لي اخوك، والحاج وليد قال له احنا اخوات. حصل قدامك ولا لا؟ حد غير الكلام ده؟ حصل. راح لا بعدها 3 4 ايام قام جاي انتوا ناس محترمه واصل البلد وانا مش بايع الا لكم انتوا، والورق كله اهو. وقام سايب ورق الشقه وقام واخد ورق الشقه الثاني، وقعدنا كتبنا العقود، كتبنا عقد للمهندس متولي بشقته، وكتبنا شقه المهندس متولي اللي هو باعها له، والفرق 400 375,000. ده طاح ونعر وطلع ونزل، قام مزودها 25,000. قلنا مش مشكله. ما تجيبش، سيبك من الاسماء انا لا، هقطعها. ما الاسماء هي اللي كانت بتبيعه. ماشي انا هقطعها بس قول. المهم بنت فلان الفلان، خلاص يا عم اسامه. وبعدين اتصل بنت فلان الفلان الاقي المتر ده زايد 500 جنيه عن السعر اللي قاله لي. انا اتبسطت قلت يا بركه. ماشي خلاص يبقى الراجل هياخد دي ب 800 ودي ب 1,600,000، يبقى فرق كام؟ 800. كان فرق كام؟ 400 صح؟ لا كان فرق كام؟ هي اصل مش مختلفين فيها. كان فرق كام ده؟ 400. خلاص نيجي نسال، اكلم سلوى دي تاني تقول لي انا مش سلوى بنت عبد الحميد، انا مش بنت الحاج عبد الحميد. خلاص ماشي. وانا شاري على سمعه عبد مغيث او على سمعه وليد او على سمعه فلان ثقه. ماشي. خلاص رحت لقيت الثقه دي ما هيش خالص واتبنت على كده. والاخر في وقت سمسار تاني اسمه احمد زياد يقول لي انا محترم، انا كذا كذا ومعمول شقه اعلان ومش اعلان، وطلع لا هو تبعه ولا مش تبعه ولا بيشتري، وكان فيلم ومعمول عشان الشقه تخلص. بس هو بقى دي اللي حصل. فين المشكله بقى؟ المشكله اللي احنا خدنا ابو سته، المتر اللي ابو سته بتسعه. والراجل راح سأل هناك يا عم عبده ودتني زبون واثنين وثلاثه. ده رضا بيت. شك اللي انا معاه. ده رضا. يعني شك اللي انا مع وليه. ما هو له حق. متأكد. وانت انا ممكن المتر بكام؟ ب 6,000 جنيه، واخدينه بكام؟ ب 8. في الاخر تقول ب9. قال لا طب احنا كده حلوين 500 جنيه فرق زياده. الاقي يا عم الموضوع مش مظبوط، لا دي سلوى فلان ولا الكلام ده، الموضوع مبني على كده. خلصت. بس دي اللي حصل مني. قول بقى يا عم. ليك قد ايه عنده بقى؟ تسأله في ايه؟ ملوش دعوه بالفلوس بقى. ماشي. دي موضوع البيع. قول بقى يا عم وليد، ايه اللي حصل؟ ده اللي حصل ده بما يرضي الله. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. احمد عبد المغيث طلبني الساعه 2 بالليل في يوم من الايام، قال لي انا عاوزك تقول دلوقتي في مصلحه هتنقلك نقله من تحت لفوق. يا ابني ما ينفعش اجي. قال بس تعال. الساعه 2 بالليل. هو يقول لك يا عم 3 انا بطلب الناس في اي وقت. المهم يا حاج عبده قلت له ما ينفعش اجي، قمت جايب ولادي وقمت جاي. فين يا ابني مكانك؟ قال لي في شارع الجيش. فين في شارع الجيش؟ قال لي جنب المكتب. جيت هنا طلعت هنا رحت هنا، المهم جيت وقفت تحت الكوره. قلت لك اطلع. قام مطلعني في الدور ال11 اخر دور دي. ده الحاج ايمن الله يرحمه. قال لي ده الحاج ايمن المر صاحب البرج، والوضع 1 2 3 عايزين نبيع الشقه. المتر بكام هنا؟ يا حماد قلت له المتر هنا على الوضع اللي انا فيه دور اخير ومفيش روف وكلام من ده ب 10 10 ونص. قام الحاج ايمن الله يرحمه قال لي انت كده بتتكلم بما يرضي الله، وانت شكلك راجل محترم وانا عاوز اتعامل معاك. طيب عندي حته ارض يا حاج ايمن في الحسينيه. تعال بص عليها واسال في المنطقه وقول بكام، واذا ليك فرق تاخده. كلمت الراجل الثاني ونسقت معاه وتمام التمام واتفقنا مع بعض. تمام. هو عرف الراجل اللي بيشتري الثاني، راحوا من ورايا الاثنين قعدوا معاه في مكتبه. لا ما بلفناش. انا ما بتكلمش عشان اتكلم. هم اصحاب المكتب، انت كنت مدخلني معاه شريك. المهم ايه، انا ما عملتش زعل. انا زعلت من مين؟ من صاحب المكتب اللي انا كلمته وقلت له اسمه فلان الفلاني وتعالى خد شقته، وهو استضاف الناس عنده من ورايا. ده اللي انا زعلت منه. ما زعلتش من ايمن ولا من احمد. اول حاجه المهم الراجل طلبني مره الله يرحمه الحاج ايمن، الله يرحمه، 2 و3 و4 و5 كل يوم يكلمني. انا داخل على شهر 6 وبنتي هتتجوز 22/6 عشان خاطر يمشي لي الشقه. حصل. الحاج ايمن حاضر بكره بعده. المهم حاولت بقدر المستطاع. قال لي شوف لي 100,000 وتعالى خد ورق الشقه وورق الروف. حصل. قمت انا قلت له يا حاج ايمن انا ما اقدرش اعمل معاك كده. عموما كلمت الباشمهندس متولي معايا فوق في المكتب، هو عنده شقه في عبد السلام عارف. الشقه ديت دور تاسع. ما تقولش في شارع عبد السلام. امتداد عبد السلام عارف البشطمير في الجن ابن العفريت. بكام يا عم الحاج؟ ونشوف فرق الشقه وفرق الشقه من ديت لديت وتاخده. خدت بالك يا حاج عبده؟ راح شاف الشقه واتفرج عليه. قالوا المتر بكام؟ قلت له المتر ب 9,000 جنيه. جه تاني يوم قال لي لا ده المتر احنا سالنا عليه في المنطقه ب6.
وده راح معاه، وتالت يوم راح، ورابع يوم راح، وقلنا انا خلاص ما فيش بيع وشراء. خلاص هو لقيته جاي بعدها بثلاث اربع ايام واسبوع ومصمم ان انا اشتري منه الشقه. انا كنت بقول لهم في بدايه الامر اخد الشقه ليا، وكنت وعدت البيع ادوا له 30000 لو خلصها لي المتر بكام؟ ب 9000 ولا ب 10000 ولا ب 8 ولا ب 7 ولا ايا كان. خلاص هي مشيتش طريقه، ما مشيتش الشقه ليا، مشيت لواحد صاحبي زي اسامه او زي الحاج عبد. المهم من هنا الحاج راحوا سالوا على الشقه بنفسهم في المنطقه، لقوا المتر ب9. ناس محترمه وناس طب البلد وناس اصل البلد، البرج قصادهم على طول. قلت له هديك الرقم وتسالهم. انا احمد مخه مش مظبوط، بيتصل على الساعه 5 الفجر، الساعه 6 الفجر، الساعه 6 الفجر. المهم قلقت وخفت اديله رقم مين؟ صاحبه البرج. قمت اعطيه الرقم، باش مهندسه موجوده هناك وفاتحه مكتب وشغاله مع المهندس محمد الطنطاوي. قلت له اسال، هي بايعه شقه هناك والبرج على الرئيس، برج على الرئيس ده بالظبط، وشقه دور تاسع 150 متر على كيفك، وبرج زيرو لسه مبني السنه دي، لسه حتى ما توصلش الاسانسير. المهم احنا رفضنا وقلنا ورجعنا قلنا لا، ورجع هو قال ورجع قال لا. تفاوضنا في الاخر اننا يا عم انت خدت مننا 200000، خدت 70000، خدت 100000، جوز بنتك، وبعد ما تجوز بنتك هات الفلوس براحتك. واحنا اخوات وحبايب، احنا عندنا غلط؟ لا. مره واثنين وثلاثه واخد 150000 جنيه مقدم. قام جاي يا عم احنا قلنا له خدها واحنا اخواتك. انا قلت له انا اخوك، والحاج المتولي قال لي اخوك، والحاج وليد قال له احنا اخوات. حصل قدامك ولا لا؟ حد غير الكلام ده؟ راح لا بعدها 3 4 ايام قام جاي لي انتوا ناس محترمه واصل البلد وانا مش بايع الا لكم انتوا، والورق كله اهو. وقام سايب ورق الشقه وقام واخد ورق الشقه الثاني، وقعدنا كتبنا العقود، كتبنا عقد للمهندس متولي بشقته، وكتبنا شقه المهندس متولي اللي هو باعها له، والفرق 375,000. ده طاح ونعر وطلع ونزل، قام مزودها 25,000. قلنا مش مشكله. خدت بالك؟ ده اللي حصل نصا وحرفا يا عم الحاج عبد. خد بقى الافلام بقى من هنا ورايح. بعد ما خد ال 200,000 ولا ال 170,000 ولا وصل 300,000 ايا كان هو الرقم، وصل حوالي 200,000 يا احمد ولا كام؟ 200 وشويه، 220,000. كل يوم ينط عاوز 30,000 جنيه. طلبني اديته 5 من معاه مره، اديته 5 برضه تاني مره، اديته برضه 10 مره. هو يطلب المهندس متولي يقول له احنا متفقين اخلي شقتك وسلمني الشقه وانا اديك الفلوس، بقت فلوسك ال 200,000 هتاخدهم في 30/7 اللي هو لسه ما جاش. ده اتفاق، اشتروا 200,000 ورقه كده متعان امانه. وانا يا عم عشان انت ليك 200,000 جنيه عندي، انا ضد وصل امانه همت، والورق بالعقود كلها بالوصل الامانه تبع الحاج وليد. ده اللي حصل. كل يوم بقى في جديد، هات 5 هات 10 هات 20. احمد جاب فيلم وجاي، احمد جايب واحد مهندس عشان ياخد ديله الشقه ويبيع الشقه على شقه. احمد اللي يجيب له الزبون، احمد اللي جاب له الزبون. وخلي بالك وقع هنا قدامنا كم مره راجل الحاج عبد المجيد خد شقه وخد 200,000 ولسه له 200,000 جنيه. عند ما يطلع من الشقه لسه ما طلعش من الشقه، هو المفروض اصلا ياخد فلوس لما يطلع ويسلم. بس قلنا له هتعمل ايه؟ فك مولتين من عندك من فوق وما تنزلهمش، وخد 30,000 جنيه اسكن بهم بره. وما تيجي تنزل حاجه هات العربيه الونش يطلع كده وننصب، خد ال 100,000 اللي باقيه لك ولا ال 70,000 اللي باقيين. قال حاضر، ياخد الفلوس ويروح يصرف فيه، وساعه ما يخلص يروح جاي تاني عايز 10,000 جنيه و20,000. يجيك قوي، ما هو ده اللي حصل. صح. عمل الحركه دي مره واثنين وثلاثه. كل يوم بقى حاج عبده عايش في افلام وروايات، وجايب مهندس معاه مره وجاي يقول له انت ضحكت على الراجل، ده انا جاي لي مشتري، ده احمد جايب لي بايع، ده احمد جايب لي مشتري، ده بياخد الروف، ده مش هيبيع مش هيسيب لكم الشقه، واحمد يحلف بالطلاق ما هو طالع من الشقه، ده احمد هيولع وهيعمل فيكم وهيسوي فيكم وهيقلبكم. وقعد شغال في الروايه دي شهر. كل يوم احمد يكلمني الصبح والظهر والمغرب والفجر والساعه 6 الصبح، ويرن عليا ويقفل معايا ويكلم المهندسه سالم. لا قامت شيطاه في يوم من الايام قالت له انت بترن على حد؟ بيرن على حد الساعه 5 الصبح. كلمته قلت لها معلش اصل هو له ظروف خاصه ومعاه شهاده اطفال ما تزعليش مني. عامل انا ايه؟ كل يوم بقى اعمل حاج ناطط هات 10,000 هات 20,000 وما خليش الشقه. انا غلطان في ايه يا حاج عبده؟ ده اللي حصل يا عم الحاج عبده. كل يوم بقى معيشنا على افلام وروايات. بس بقى خلصت انا حكيت لك ده اللي حصل. ده اللي حصل. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الموضوع لا فيه خبطت انت ايه بقى؟ ماليش دعوه خد باللي خبطت 50,000. الموضوع. والله خد 50,000 منه، 60,000 كمان هو اللي بعضمة لسان، واخد الفلوس ده قدامي وانا نازل مسلمها له كله. انا جبت 3 بس الكلام ده في الاول متفقين على 9 على 8 وطلعت ب6. المهم انتوا ناس محترمه والكلام ده ملوش لازمه. خلاص انت من المبدا. احنا رحنا 3 مرات في الاخر لما جبنا زباين، وبعد ما راحوا قال لك احنا سالنا المتر ب6، قلنا له يا عم اكن حاجه ما حصلتش واحنا مش موافقين بالسعر. المهم الموضوع الفلوس اللي اتغير. انت خدتها سلف الله تعالى لغايه ما تخلص الفرق. عاوزين تاخدوهم، قلت لكم اجيب لكم الفلوس ما رضيتوش. المهم
انت قلت هجيب الفلوس؟ اه والله قلت لك اجيب لك امتى؟ الفلوس امتى؟ حتى بالاماره. انت كنت امتى طيب؟ بتقول لي عاوز العمولي بتاعك. انت كنت هتعرف تجيب لهم الفلوس الفلوس؟ كانت جاهزه. يا ده عم احنا مفيش جبنا معايا ولا الفلوس جنيه، تاني. جايب واحد دي شقه وظروف، ده حاجه وده حاجه. هياخد هتلاقي الروف البق- ازاي؟ لا انت مشتري دور خير استأذنا الروف ولا حد تاني؟ استأذنا من الاستاذ وليد قال ما هيعمل. ينفعش. لا بس احنا اتفقنا معاه واستأذنا منه وخد 60,000 جنيه يا مش صالح. حاجه هتنفعه. بص يا سجاير من اللابور